السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أهل اسكندرية في يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني جدا جدا. طبعا بقالي شهر مش بنزل فيديوهات بسبب ان حسابي للأسف كان مقفول لمدة 30 يوم. وحقيقي انا اصلا ما كنتش متأكدة اذا كان هيفتح تاني وهقدر اكمل شغل تاني ولا لا، بس الحمد لله طبعا وبتوفيق من ربنا قدرت افعل الحساب وافتحه من تاني. وعشان ربنا يعني سبحان الله عالم بالحال، الحساب بتاعي اتقفل في وقت انا تقريبا كنت فيه تعبانة جدا ومش قادرة اصلا لا اشتغل ولا اصور اي حاجة، بس الحمد لله قدرت افعله من تاني واكمل شغل. خلي بالكم يا جماعه، اي يوتيوبر بيتفرج عليا، اي حد متابعني وعنده قناه يوتيوب، اوعوا تغيروا اي حاجه في حساب ادسنس المربوط بالقناه بعد تفعيله مباشره، سواء عنوان، رقم تليفون، بيانات، اي حاجه. اوعوا بعد ما تربطوا حساب ادسنس بالقناه تغيروا الحساب او تحطوا حساب تاني قبل 30 يوم من التفعيل. لازم تستنوا 30 يوم وبعدين تغيروا اللي انتوا عايزينه. ما ينفعش مثلا تغيروا العنوان وتاني يوم تروحوا مغيرين رقم التليفون، لا، لازم بعد اي تغيير تستنوا 30 يوم والا الحساب تلقائيا لوحده هيتقفل 30 يوم. وفي حالة الكلام ده حصل واتقفل زي ما حصل معايا كده، بتروح لاغي حساب ادسنس خالص اللي باظ ده، وبعد كده بنعمل واحد جديد. يعني ده للضمان، الاضمن ان احنا نعمل واحد جديد وتبعد بقى عن الشبهات وتريح دماغك خالص عشان قدام، وعشان ما يحصلش اي مشكله تاني يعني لقدام الحساب وانت بتستلم ارباحك وانت بتظبط حاجه في اعدادات القناه. الكلام ده للي لسه رابط القناه بحساب انسس، او حتى اللي بقاله فتره مفعل الربح وشغال فيها وحابب يغير اي بيانات على الحساب، يعني يغير مره واحده كل 30 يوم. والكلام ده انا اتعلمته من يوتيوبر كتير انا بتابعهم بعد ما حصلت معايا المشكله. يعني يا رب اكون قدرت افيدكم من خلال تجربتي الشخصيه. عايزه اشكر كل الناس اللي لاحظت غيابي وسالت عليا، وكل الناس اللي كلمتني، وعايزه اشكر بالتحديد اهلي اللي دعموني جدا جدا عشان اقدر اكمل من تاني وابدا شغل تاني، وصحابي طبعا اللي كانوا جنبي الفتره اللي فاتت دي كلها وشجعوني. ومش عايزه بس اذكر اي اسامي عشان ما انساش حد ومحدش يزعل مني، بس حقيقي انا كنت فاكره اني ماليش جمهور قوي ومفيش ناس متابعيني قوي، لحد ما لقيت في ناس يعني مقربين مني من منطقتي حتى بيوقفوني وبيسالوني اختفيتي ليه وفينك بطلتي تنزلي فيديوهات ليه. وناس كلمتني وناس بعتتلي على الفيسبوك كمان، وحقيقي انا انبسطت جدا ان في ناس كتير بتحبني وبتسال عني. ودي تقريبا اكتر حاجه فرقت معايا جدا بغض النظر عن الفيديوهات والشغل واليوتيوب وكل ده. اهم حاجه حب الناس، اهم حاجه اني اكون خفيفه ومقبوله من الناس اللي بتتابعني، اهم حاجه ان محتوايا يكون بيفيد الناس فعلا. وباذن الله يعني وعد مني الفتره الجايه المحتوى بتاعي هتنبسطوا منه جدا. الفتره الجايه اولا كده هقدم المحتوى بتاعي بشكل مختلف مش زي ما اتعودتوا مني. طبعا اكيد مش هقطع متابعه الاسعار والمحلات والاسواق والاسعار السلع وهكذا، بس هيبقى في تغيير كبير في شكل ومضمون المحتوى نفسه. مضمون الفيديو تحديدا هيفيدكم جدا لانه يعني خاص بفترة الصيف. يعني مش عايزة اتكلم اكتر من كده، بس خلي الفيديوهات مفاجأة. تاني حاجة عايزة اقولها ان كل فيديو هينزل هيبقى ليه فيديو شورت تلخص الفيديو كامل. في ناس بتزهق من الفيديوهات الطويلة، بتحب الفيديوهات الشورت يعني تلخص معاها الموضوع كده، فانا هحاول على قدر الامكان ارضي جميع الاطراف. تابعوا الفيديوهات الشورت بتاعتي. في حالة عجبك الفيديو الشورت بتاعي هتدخل تشوف الفيديو الطويل تتفرج عليه. في حالة ما عجبكش انا كده ما ضيعتش وقتك كتير. الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي ده من تجربتي الشخصية لمحل جميل جدا جدا، يعني اللي محتار عايز يجيب هدية الفيديو ده هيساعده جدا. وده مجرد كده فيديو تسخين مش اكتر، اللي جاي احلى باذن الله. هسيبكم مع الفيديو، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف الفيديو. في الفيديو ده هحكي معاكم تجربتي الشخصية. عندي عيد ميلاد واحدة صاحبتي وقررت الهدية اللي هجيبها هتكون من محل السيف للساعات في المنشية. المحل ده انا صورت فيه قبل كده، عنده ساعات ونضارات وبرفانات وكمان محافظ وكابات، وكله اوريجينال واسعار تحفة بجد. يلا بينا نبدأ جولتنا ونشوف هنروح لمحل سيف ازاي ونشوف اسعار واشكال المنتجات في المحل. وصلنا مع بعض لمنطقة المنشية. هندخل كده الشارع اللي في وشنا على طول قصاد البحر ونشوف هنوصل لسيف للساعات ازاي. هنفضل ماشيين كده مع بعض لحد ما نوصل لشارع فرنسا. طبعا انا مهما وصفت العنوان ناس بتخش برضو بوصف العنوان وبكتبه، وناس بتخش برضو تقولي العنوان فين. اديني ماشيه معاكم واحده واحده اهو، من اول الرحله، من اول ما ركبت المواصلات لحد ما هنوصل للمكان.
احنا كده في شارع فرنسا، عند اهو الناس بتوع الدهب يمين وشمال. الشارع ده اشهر من نار على العالم، مفيش حد ما يعرفوش. احنا كده في نص شارع فرنسا بالظبط، امام عدس للساعات. عدس للساعات قدامه بالظبط هندخل ممر الحرم المكي، امام محل عدس للساعات هندخل كده الممر. كده وصلنا عند محل الصيف للساعات، موجود اخر الممر. اول ما تدخلوا عليه كده هتلاقوا كولكشن نظارات كتيره سعرها 45 جنيه. 45 جنيه ستاند كامل اهو. ماشي، بصوا في كمان كابات ولادي وبناتي تمشي، كلهم سعرهم 75 جنيه. هنلف كده نشوف شويه. الكابات دي محتاجينها طبعا ايه للمصايف وللصيف عموما. ماشي، فيها كل الاذواق. حاجات بناتي اهي مزخرفه، حاجات بناتي اهي كمان جميله قوي قوي، كلهم سعر واحد 75 جنيه. في طبعا اشكال كتير، في ولادي كمان اهو. تمام، في كمان كده ساعات الاطفالي دي كلها عامله 30 جنيه الواحد، دي كلها اطفالي. في بقى الساعات اللي هي الليد ووتش دي كلها عامله 60 جنيه. هي بتتفتح كده، تمام، تاتش. ماشي، بتظبطوا عليها التايمر كده. دي كلها 60 جنيه. في منها ولادي وبناتي، بتتقفل برضو كده. ماشي، في بقى هي كوليكشن كبير، في منها الشكل ده كده، في منها الساعات العادية، في برضو ساعات كده بناتي. كل دول كوليكشن ده كله 60 جنيه. في كمان ستاند كامل للنضارات سعره 50 جنيه. بس اعمليها بس عشان فيها شغاله ولا يعني هو يعملها لي. لا هاتي بقى كل الستاند ده كده بصوا، كل ما بلف فيه اشكال اكتر يعني. بصوا تعالي اوريك الساعات كل ده 50 جنيه. هاتي يا ليلي، هاتي في ستاند تاني عامل 75 جنيه. الساعه كام بقى؟ الساعه كام؟ لا اوريكم بقى كده. انا بس جنبنا هنا هو في نظارات. في برضه الستاند ده كده برضه فيه اشكال مختلفه. جمال مش بهزر دول، خلي بالك يا نور حماده. في ساعات دي كده برضو، دي ساعات اطفالي سعر الواحد كده 40 جنيه. في بقى جوه خالص كوليكشن ساعات رجالي وحريمي، كلهم اوريجينال وماركات. خلاص بس بقى ما فيش نقاش. على كام دي؟ كل النظارات اللي قدامكم دي براندات مختلفة، واسعارها تبدأ من 125 ل 175. دي غير طبعا اللي شفناها بره ب50 و75، دي براندات يا جماعة. بعد كده عندنا جزء الساعات الرجالي والحريمي، في منها الهاي كوبي والبراندات. الهاي كوبي تبدأ اسعارها من اول 100 جنيه لحد 250 جنيه، ودي طبعا تنفع معاكم كهدية لاهلكم او اصحابكم. اما الساعات البراندات تبدأ اسعارها من 300 جنيه معانا لحد 500 جنيه، برضو بكل الانواع وكل الماركات المختلفة. وكمان عنده بارفانات تستارات هاي كوبي بسعر 250 جنيه رجالي وحريمي. وطبعا المكان ليه صفحة على التليجرام عليها كل البرودكت وكل حاجة مكتوب عليها سعرها. هسيب لكم اللينك في الكومنتات، ولو نسيت فكروني. استنوني المرات الجاية بإذن الله بأقوى فيديوهات من اسكندرية لأهل اسكندرية.